رباعية النادي الافريقي ما بين عباد تاكد وعباد تنفي صحتها. مش نعرفوا شنو صار بالضبط، لازمنا نرجعوا للتالي شوي. اما قبل كل شيء كنت مهتم بحكايات كره عالميه او تونسيه تنساش تعمل فولو. موسم 89 90 يفوز النادي الافريقي بالدوري بحساب المواجهات المباشره ضد الترجي الرياضي التونسي اللي كان متساوي معاه في النقاط، وبالتالي ترشح النادي الافريقي دوري ابطال افريقيا لسنه 1991. خاطر وقتها مازال النظام القديم اللي تلعب فيه دوري ابطال افريقيا من جانفي الى ديسمبر، مش على حساب موسم واحد. 23 نوفمبر 1991 يربح النادي الافريقي نادي ناكي هوبو فيلا الاوغندي نتيجه 6-2 في تونس، وبعد يتعادل معاه في ديسمبر 91 في اوغندا، وبالتالي يربح اللقب الافريقي الاول ليه. وزاد يفوز بالدوري التونسي موسم 91 92 فارق نقطه على النادي البنزرت. وزاد في جوان 92 يربح النادي الافريقي الملعب التونسي بنتيجه 2-1 في نهائي كاس تونس. اما لحظه، مش كاينه فلتنا الموسم اللي هو موسم 90 91، الموسم هذاك الترجي ربح فيه الكاس والبطوله. ونجيو لاخر لقب في رباعيه النادي الافريقي واللي هو الكاس الافرو اسيويه اللي يلعب فيها بطل افريقيا ضد بطل اسيا، وتلعبت مؤخر برشا. مباراه الذهاب كانت في ديسمبر 1992، ومباراه الاياب كانت في جانفي 93، وفاز بها النادي الافريقي. وهون يجيو نقطه الخلاف. الناس اللي تقول الرباعيه صحيحه تحسب الالقاب هذه كانت فتره متسلسله: لقب افريقي 91، دوري وكاس عام 92، بطوله افرو اسيويه اللي هي تابعه تشامبيونز ليج لكن في عام 93. والناس اللي تقول لا تقول انه الرباعيه لازمها تكون في موسم واحد هكا، مش مفرقه 3 سنوات. والخلاصه انه الاراء باش تقعد ديما مختلفه مادام فماش تسميه محدده حاجه اسمها رباعيه. وانتم شنو رايكم؟ رباعيه صحيحه ولا لا؟